ما سأتحدث عنه هو ليس قراءة نقدية بالمعنى المتعارف عليه، أن القراءة النقدية تحتاج إلى تأمل أكثر وتحتاج إلى مراجعة وكتابة. سأقول ما انطبع في ذهني عن هذا العرض. الحقيقة هو يعني عرض يجمع بين الفانتازيا واللامعقول أو كما تسمونه العبث. فالفكرة فيها شطحة خيالية وبنفس الوقت يعني تقوم على ما هو غير معقول مطلق. يعني يتعرض كان الحقيقة هي التي تعي، وبالمفهوم العبثي أو المفهوم الوجودي أن الشخصية كلما كانت أكثر وعيا كلما كانت أكثر تعرضا للعقاب كما يقول ميشيل فوكو. فأنا كلاب حشاشة حمير ماعز خراف هكذا تنظر إلى القدرة نتاعو لما يوريو الطاقات نتاعو لما يوريو اللي قادر هو وحده فوق الركب. ولهذا يعني استعملنا خشبة فارغة، قادر يخلق الفرجة، قادر يخلق الفيديو، قادر يخلق الصور، قادر جانب إيجاد آخر في النص والعرض الصناعي الحقيقة. صديقي محمد هو عمل جماعي، حاولنا نعمل ازدواجية ما بين الفن المسرحي والكوريغرافي. فمع الكوريغراف رياض دولة فانطلقنا من قراءة النص. واعتقد انه ملاحظه اطلب من زميلي واصدقائي المخرج والمؤلف ان يفكروا بها. انا الحقيقه لم اهضم تماما فكره ان يتحول السجناء الى كلاب. رمز الكلب هنا بالنسبه لي لا يستقيم مع المقوله. الكلب لا يخضع هذا الخضوع التام ما لم يكن صاحبه يدلله ويعتني به فيكون مخلصا له. توثبنا معه من بداية العرض من البرولوج إلى النهاية، لم نعرف سأما ولا مللا، والإيقاع كان متوثبا. إذا قال باتريس بافيس أن الإيقاع من بداية المسرحية إلى نهايتها، فأنا أشد على يد هذا الفريق الرائع الذي تحس من خلال وأنت متلقي من خلال هذه الفرجة أن هناك حميمية وأسرية جمعت الفرقة ككل. نعرفهم وأسبوع ما بعد يدخل السنة. فأنا أقول عندها ممكن فكرة في تقدمنا وهذا الكونديسيون تاع الناس من هذه الصورة ما هي إلا مفتاح سيميولوجي وصحيح شيء صحيح مش هذا الحل، ولكن